قرب البطاطين المهير بتاعت المحله الغزل والنسيج شبرا الخيمه. قرب على البطاطين بسعر الجمله. قرب. شايفه المهير يا هانم؟ قرب على المهير. لا اول بطانيه مش دي اللي كنا عايزينها؟ ايوه دي اللي كنا عايزينها في البيت. طيب احنا هناخد البطانيه دي ان شاء الله يا اسطى. لو عايزها ببلاش خدها يا بنت تحت امرك. دي تمنها عشان خاطرك انت 3000. ايه 3000 كتير قوي. خلاص ايوه هناخدها خلاص مش مهم يعني. حلوه ما عندناش مانع. هناخد البطانيه دي. في حاجه تانية عندك؟ معلش يا بيه حظك وحش، دي كانت اخر بطانيه. من حظك بقى. ماشي يا حاج هناخدها بس. طب قول لنا دي اخرها كام يا حاج؟ ما انا قلت لكم 3000. انا ما عنديش فصال، ده مهير يا نور. اسكتي هتلاقي البطانيه دي فيها اكتر من عامله اكتر من 15000 جنيه. يا حاج هناخد البطانيه دي ان شاء الله. ما عنديش فصال يا بيه، ده مهير. دي اخر حته بقى. ده انت حظك حلو انك لحقتها. مبروك عليك. خد دول كلهم. يلا يا سيدي الف مبروك. يلا مبروك عليك. اما امشي وراه بقى عشان اعرف بيته فين. ياه تعالي. ده كتير قوي. يا لهوي انا مش مصدق بجد يا بنت. بس تفتكر الراجل ده هياخد الدهب ده ازاي ولا نسيه؟ بقول لك ايه مالناش فيه بقى. نسيه بقى ما نسيهوش. هو كده انا هاخد. بص شكلها حلو قوي. بقول لك ايه اوعي احنا نبيعهم. بقول لك ايه طب انا هاخد 2 بس. بقول لك ولا 2 ولا مش 2 دول. طب انا عايزه عربيه. هجيب لك عربيه. وعايزه الايفون 16 برو ماكس. هجيب لك 16 برو ماكس وانا هجيب لي برضه 16 برو ماكس. يا بنتي مش شايفه دول بس ده مليون كتير قوي. الواحده فيهم تعمل لها 100000 ولا 200000. ده الواحده تقيله جدا فعلا. بقول لك ايه والله العظيم لا اجيب لك كل اللي نفسك فيه يا نور. طب هات واحده. دول طب اخد لازم نتصرف فيهم انا كنت بايع لك سلسله. طب انا عايزه السلسله دي. اسكتي. طب انا كنت يا بنتي بقى هبيعهم ماشي. عايزين ايه ده؟ مين اللي بيخبط علينا دلوقتي؟ ما اعرفش. طب داري الحاجه دي طيب. طب قوم افتحي بسرعه. قوم افتحي بسرعه شوفي مين. انا مش عارف مين اللي جاي لنا دلوقتي. حول الله يا رب. ده اللطين والله. ايه ده؟ مين اللي بيخبط كده يا نور؟ انا ما اعرفش انا ايه ده. مين؟ وقعت يا خفيف. ايه ده اللي جابه؟ ايه اللي انت؟ ايه اللي جابك السكن بتاعك؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انت حضرتك فاكرني ولا لا؟ مش فاكر بتاع البطانيه. ايوه ايه اللي جابك؟ انت مش بعتلنا البطانيه؟ يا حبيبي. طب امال انت عايز ايه طيب؟ عايزها يعني؟ عايزها؟ انتوا لقيتوا فيها ايه بقى؟ بطانيه عاديه. بطانيه ايه يعني؟ بطانيه يكون فيها ايه يعني؟ بس كده يعني؟ طبعا. بس. طب حضرتك بقى متهم بانك بتخطب البنات وبتاخد الذهب بتاعهم، وحظك الفقري بقى ان بنت اخويا جلال نشرت صورتك على النت انت وهي فعرفتها، وكل البنات اللي انت نصبت عليهم اهاليهم تحت يا خفيف هيودوك في 60 داهيه. ايه رايك بقى؟ الكلام اللي انت ده ايه الكلام ده؟ الكلام ده انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. لا يا حبيبي تعرف. بقول لك ايه انت بعت لنا البطانيه. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا اول مره اسمع منك اصلا. وانا اول مره اشوفك اصلا. اوصافك جات لي. وخلي بالك بقى في حاجه، انا اللي حاطط لك الذهب في البطاريه ومشيت وراك يا خفيف عشان اعرف بيتك. انت والنصابه اللي معاك. انا مش نصابه. اسمعني خد البطانيه بالذهب واحنا انا هاخدهم. واديني فلوس. انا مش بديك فلوس. ماشي اديني فلوس. مالكش حاجه. هاخدهم بقى كل حاجه. وخلي بالك اهالي اللي نصبوا عليهم انا مبلغهم. وقف ورايا والبوليس. لا على فكره هو مش كتب على حد خالص. ليه كل اللي اديت له حاجه استنى يا نور بعد اذنك. كل اللي اديت له حاجه اديتها له بمزاج. ده اللي ضحك عليك ده وهياخد كل حاجه منك ويمشي. مش مشكله فداي. يخش على البيت بالحب ويقول لها انا معايا شهاده ومش مهندس ومعايا مش عارف ايه ماجستير. ما هم اللي يستاهلوا. هم اللي يستاهلوا كده. ما سمعتش ان انت كده. بس في الاخر بياخد الذهب بتاعه. انت اتجوزتيه تبقى نصابه زيه. مالكش دعوه. نصابين مش نصابين دي حاجه بتاعتنا. بس هو ما ضربش حد على ايده عشان يديله حاجه ولا غلط. في محاضر معموله برضه ان هو خد الذهب من 25 بنت وبقاله 5 سنين بيمارس نشاطه الاجرامي ده، وكل الناس بتدور عليه والبوليس بيدور عليه. انا بقى انتحلت شخصيه وانا بياع بطاطين. انتحلت شخصيه بياع بطاطين وحطيت الذهب وفضلت ماشي وراك انت وهو وعرفت البيت وبلغت الاهالي وبلغت البوليس. وطي صوتك. اقول لك حاجه حلوه. الذهب بتاعك اهو. خده. احنا ما خدناش منه حاجه. كل حاجه كامله وخلاص مفيش اي حاجه. خدوا بالبطانيه. بقول لك على حاجه كمان مش عايز الفلوس. انا عايز افهم
انت ازاي كنت بتضحك على الناس دي مع ان فيهم مراكز وحاجات؟ ازاي بتجيب الكلام ده؟ ازاي بتجيب القلب؟ ازاي بتجيب عدم الضمير ده كله؟ بتجيبه ازاي؟ انت ايه؟ فين اهلك؟ ولا زيك ليه اهل؟ انا مش شايف لك اهل خالص. ده انت اكيد تربيه الشارع. خلاص يا بيئة. اسم حضرتك ايه؟ ها؟ اسمك ايه حضرتك؟ اسمع عم علي. بص يا عم علي، صلي على النبي. عايز صوت اعتبره عيل من عيالك وهو غلط وخلاص. خد الدهب اللي انت حطيته، ملوش داعي الشوشره وملوش داعي ده كله. انا ماشي يعني صلي على النبي. دلوقتي انت دلوقتي جيت خدت مني حاجه، انا هديها لك بمزاجي ولا انت تضربني على ايدي؟ بمزاجي بس يبقى اي حد يدي لحد حاجه ويجي يتكلم بعدها ما هو ما ضربهاش. ما هو بياخد الشبكه ويمشي ما بيكملش، يبقى ازاي بقى ودور عليه ما يلاقيهوش؟ حصل حاجه يا عم علي مع 25 واحده ياخد لا ويمشي. خلاص ما فيش الكلام ده تاني، ما فيش الحاجات دي تاني خالص، وانت خد حاجتك وحقك عليا انا، ما فيش اي حاجه. والنصب اللي عمال تنصب عليه. لا هو مالوش دعوه بحاجه. البيه ده في مديره في شركه اكبر منه ب 15 سنه ضحك عليها ووعدها بالجواز واستلف فلوس منها قد كده، وفي الاخر هرب مبلغه فيه بلاش. تستاهل. عارف ليه؟ ليه؟ عشان ست كبيره وناقصه، تبص العيل من دور عيالها تبقى ناقصه. هو اللي وعدها بالجواز. تستاهل يا عم علي. مقدمه فيك بلاوي تحت. ايه يا ولادها؟ نعمل ايه؟ اطلعك انا من الموضوع ده ازاي؟ خد يا عم علي، انت ما لقيتوش هنا وما حصلش اي حاجه، لان نرجع نقول برضك دلوقتي يا عم علي برضك، ودي نصيحه لاي حد، ان مفيش واحده تآمن لاي واحد وتديله ذهب او تديله اي حاجه غير لما تعرف اصله. بص يا ابني، ولا انا كلامي غلط؟ على فكره كل الدلائل بتشير اليك، فسلم نفسك تحت احسن بدل ما الناس هتموتك وهتاخد لك في قضيه النصب كام سنه كده وتطلع، بس تطلع بقى شريف تغسل نفسك وتطهر روحك. انا هنزل اسلمك دلوقتي لان انا قالوا لي لا اسمع الكلام هيموتوك. لا هو مش هنا يا عم علي. حصل خير يا عم علي، وباقي ده يبقى ريتك ده هيجي لك اسكت خالص. شغل النصب بتاعك ده امشي. يلا قدامي. استنى بس يا عم. احلى حاجه بس خلود. نعم انا فعلا غلطت. ماشي انت اعترفت بغلطك. لا انت اعترفت بغلطك. اعترفت. طب عشان خاطري انا طيب ايه؟ طب عشان خاطري انا يا بنتي ده بدايه الطريق الصح انه يعرف هو الصح بقى اللي انت جيت عملته دلوقتي، والصح اللي جه دلوقتي. استنى يا نور بعد اذنك. الصح اللي انت جه دلوقتي والصح اللي هو هيعمله عشان خاطر هو غلط. ابنك مش ممكن يغلط، بس انا دلوقتي بغلط في سبب للغلط. ما هي واحده بتجيبه وتاكله وتشربه وتديله فلوس، اكيد يا عم علي هيروح مره واثنين وثلاثه عشان دي اخرها كده. اقول لك حاجه، ستاتنا مش كويسه. الست الغلبانه دي انت معاك الحاجات اللي انت خدتها هترجعها لهم، انا هنزل اقول لهم كده معكش. مش معايا يا عم علي، عشان كده انا هنزل اسلم نفسي وانا جزاتي كده. معلش ما دام انا غلطت يبقى لازم اتحمل غلطي. معلش يا بنتي واسلم نفسي سنه ولا اتنين وهيرجع لي. انا بس عايزك تاخدي بالك من نفسك ومش عايزك تزعلي. لازم يدفع الثمن صدقيني. يا عم علي اسمعني بس، صلي على النبي. دلوقتي هو غلط وخلاص زي ما قلت لك، انت هتنزل للناس دي بكل الادب وبكل ما هوش اللي رجعه مش لاقيه يا عم. انا هحاول لما يبقى لاقيه انا هحاول. تسامحوا في حقك اهلا وسهلا، ما تسامحوش خلاص. عشان انا يا عم علي هينزل. لا مش هينزل. لا مش هتنزل. اقعدي يا خلود. لا ما تهزرش يا نور. حاجتك يا عم علي. يلا قدام الناس عشان نعرفوا انك خلي بالك من نفسك يا خلود. الفيديو ده بيطرح قضية مهمة جدا، وهي ليه يعني بعض الزيجات ما بتستمرش وبعض الخطوبات ما بتستمرش، لأن كل يعني بعض الناس بيبقوا داخلين بأغراض غير الاستقرار. ولا ايه يا خلود؟ أكيد طبعا يا عم علي. الواحد بيخش على الواحدة دلوقتي أنا عندي هو تلاقي الله. طب ليه يا ابني الناس تكذب على بنات الناس؟ يعني أنت ممكن تقعد لك في أمك في أختك. يا عم سيبك من أمك وأختك، خليها في بنتك. هو أنت مش بكرة تتجوز وهتخلف؟ يا عم ما بتخلفش، عندك اختك. يا عم ما عندكش اختك، عندك امك. كان ربنا يوعدها وعربيه تاكلها عادي. يعني انا اعرف ناس نظامهم يجي الواحد لبنتهم ياخدوا الشبكه ويفضلوا يرهقوه بالطلبات لغايه ما يسيب الشبكه ويمشي. وانا اعرف برضه كل هدفهم ياخدوا الشبكه. انا اعرف برضه ناس يا عم علي بيبقى اصلا داخل لها اللي شغاله، داخل طمعان ان هي تشتغل، ما هو مش قادر يشتغل، عايز بيت يلمه تمام ويقعد ياكل ويشرب والاسم اهو راجل. لا انت كده فاهم الرجوله غلط خالص. الرجوله مش انت تبقى قاعد في البيت وست هي تاكلك.
هو النموذج اللي عمله نور بقى هو يتكلم عنه. الحقيقه يا جماعه بتاعه. لازم اي حد غلط يتحمل غلطه، وبعزكم يا جماعه محدش ينكر ولا، لان الشخص الغلطان او اللي عمل حاجه غلط في الدنيا هتترد له هيقع. لو هو ما حسش من جواه ان هو غلطان وحب ان هو يصلح غلطه هيقع وقع ما يعلم بقى ربنا بجد. فلازم يا جماعه اي حد يستحمل غلطه. نتمنى ان ما يكونش في النموذج ده بعد الفيديو ده يختفي من المجتمع عشان نهايته بتبقى وحشه. ما بيختفوش يعني. سلام عليكم. لا ان شاء الله يختفوا. سلام عليكم. شكرا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.